السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مرتاحين حبايب قلبي. طبعا حبايبي اشتريت هذا القفص والبلبل عندي. هذا القفص من اشتريته بيه بعض السلبيات. هذا قفص جريد مثل ما تشوفون. أول سلبية بيه إنه هو القفص الجريد والمعروف عنه بصورة عامة، الجريد ما بيه حاضنة. خلينا نفترض إنه هاي منا لهنا تكون حاضنة أو حد هنا فد 5 سنتيم 4.5 سنتيم تلملك الأوساخ. مثل ما تشوفون هسه أنا مخلي كرتونة، وهاي الكرتونة يعني ما لازمة الأوساخ تطيح منها وتطيح منها. فهي هاي من نسوي احنا بالقفص نسوي 4.5 أو 5 سنتيم تشيلك هاي كل الأوساخ، يعني ما تطيح بالقاع. هسه ما أقدر أصور لكم القاع يعني كلها وساخة منها تطيح قبل تنزل هنا. هذا هو العيب، إنه الحاضنة هنا كلش مفيدة، خاصة يعني هسه لو يسوون فد اكتشاف أو فد شي يسوونه هنا، يسوون فد حاضنة لهذا القفص، يعني داير ما داير حبل. وحتى الجرارة إذا تشوفون هنا فتحة الجرارة كلش قليلة. المفروض إنه فتحة الجرارة تكون بنفس هذي الفتحة مالت العود، يعني حتى تقدر ندخل كرتونة أو تقدر تدخل لك فد جرارة خشبية أو ألمنيوم على قدها. والشي الثاني إنه هي مسوي لك فتحة الجرارة بس ما مخلي لك جرارة. لو كانت أكو جرارة خشبية فد معاكسة هي ما تكلف، في شي بسيط زين، وتحسبها أنت على بالقفص، تخليها يمك مثلا هو بالمحل تخليها يمه. تريد يابا جرارة أحسب لك يابا 2000 دينار، تريد بدون جرارة أحسب لك يابا مثلا هسه أنا اشتريته ب12,000، خلي صار لي ب15 هو الجرارة مالته ما احتار بيها، لا أخلي كرتونة ولا أخلي ورقة ولا أخلي شي. مثل ما تشوفون الكرتونة هاي بيها أوساخ ولازم تبدلها. وهنا عندك هذا العيب بعد، إنه العودة هنا هاي اللي وقف عليها الطير، هاي العودة تشوفونها هاي اللي وقف عليها البلبل، هاي يفضل إنه تكون يعني خشبة شوية متينة، عشان هسه هاي فد 10 ملم تكون ثخينة، حتى من يوقف عليه البلبل ياخذ رجله تاخذ براحته. هسه مثل ما تشوفون رجلي هنا أنا شلون مقوسات. هسه خلي يرجع، شوفوا شلون رجله مقوسة ملتمة، يعني الأظافر الورا تطخ بالأظافر القدام. هاي من سلبيات هذا القفص، لكن من المميزات مالته إنه هو رخيص الثمن، يعني شو هسه على ب12,000 كل زين ومرتب وشكله حلو وخفيف الوزن. بس تبقى هي المميزات للقفص الخشب هي هواية، كلش هواية مميزات كلش حلوة بيه. تحياتنا لكم، إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو.